السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من اهم واجل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى ينعم بها على العبد هي الهدوء الهدوء النفسي والهدوء الذهني والهدوء والسلام النفسي والسلام القلبي. من أهم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى ينعم علينا بها في الدنيا وفي الجنة إن شاء الله ندخلها جميعا يا رب العالمين هي السلام النفسي والهدوء النفسي والهدوء القلبي اللي دايما يعني الإنسان بيتمنى. أنا عن نفسي من أهم الحاجات اللي بحبها في حياتي هي الهدوء. ورغم ان احنا مش عايشين يعني في الجنة، احنا عايشين في الدنيا، والدنيا كلها او معظمها يعني ظروف متغيرة يوميا ولحظيا. فالهدوء ده بتبقى حاجة نادرة، بيبقى وقت كده مؤقت الواحد بيبحث عنه. فالسلام والهدوء من أكتر النعم اللي الواحد يتمنى يعيشها في الدنيا وفي الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى يمن عليكم بالسلام النفسي والهدوء القلبي، وإن الذهن يبقى مرتاح، لأن طبعا نعمة راحة البال دي نعمة أعتقد الجميع بيبحث عنها ويتمناها. وربنا سبحانه وتعالى قال عن أهل الجنة اللي هيدخلوا الجنة ليهم بداية نعمتين، سيهديهم وبعدين ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فالهداية وصلاح البال سيهديهم ويصلح بالهم. ربنا يهدينا ويهديكم ويصلح بالنا وبالكم. أشوفكم على خير.